وبجهز خلطة الفتة، هقولك هعمل بيها ايه. برضو هستخدمها مع الكوارع. معايا فصين 3 توم مفرومين ناعم، وسخنت شوية من الزيت ونزلت عليهم بالثوم، خد لون ذهبي كده فاتح. وبكون مجهزة نص كيلو من الطماطم ضرباها في الخلاط ومصفياها من القشر والبذر بتاعها، وبملحها بشوية من الملح ورشة كده من الكمون. وبحب كمان احط على الصلصة بتاعتي شوية من الثوم الني وقرن فلفل، بكون مقطعاه مكعبات صغيرة. الثوم والفلفل بيدي طعم جميل جدا للصوص بتاع الفتة، جربيها وان شاء الله هتحبيها. هنجهز كمان الطشة بتاعت الخل والثوم. سخنت برضو طاسة على النار وحطيت فيها شوية من الزيت سخنهم، ونزلت فيها بكمية من الثوم تقريبا معلقتين كبار. برضو بقلبهم تقليبة كده لحد ما يبدأ لونهم يتغير. ما تحاولي ما تحمريش الثوم كتير علشان ما يمررش معاكي ويدي طعم مش كويس. اول ما يبدأ لونه كده يغير بكون مجهزة معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، بحطها برضو مع الثوم بتدي ريحة وطعم جميل جدا. بتنزلي بكوباية من الخل، انا عاملة كمية كبيرة لان كنت عاملة فتة مع الكوارع فهستخدمها في الفتة. حطيت كوباية من الخل، وبعد كده بتطفي النار وبتملحي الصوص بتاعك او الطشة بشوية برشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود. كده معانا الصوص والفتة والطشة جاهزين. طلعت الكوارع بتاعتي وصفيتها وحطيتها في صينية، وهاخد شوية من الصوص اللي احنا عملناه للفتة وشوية كمان من الطشة اللي هي بتاعت الخل والثوم. ما شاء الله الطعم والريحة جميل جدا جدا بالطريقة دي. بعد ما رشيت عليها الصوص والطشة بتاعة الخل بحطها كده في الفرن لمدة 10 دقايق يدوب، بس تاخد لون خفيف. انا مش عايزاها تستوى ولا حاجة لانها ما شاء الله استوت ودايبة دوب. ولو انت حابة كمان تحط شرايح بصل وفلفل كده تحت الكوارع، لكن هي مش محتاجة لانها طبعا ما شاء الله مستوية جدا جدا. شايفين ما شاء الله ريحتها بجد رهيبة. ان شاء الله لما تجربيها بالطريقة دي هتعجبك جدا جدا.